بالنسبة لوحدة الطوارئ في مستشفى 357 الحقيقة الهاير مانجمنت عندهم خطة للتطوير بناء على ازدياد حالات اللي بتتابع في المستشفى. احنا في 2007 كنا 7 سراير، وكانت الطوارئ يعني غير مؤهلة لاستقبال الأعداد اللي احنا بنشوفها حاليا. تم عمل حلول بديلة، وتم إعادة هيكلة جزء من العيادات الخارجية لعمل اللي احنا فيها دلوقتي لوحدة الطوارئ. وحدة الطوارئ عبارة عن حجرات مغلقة. احنا عندنا بلان أو خطة لتطويرها زي وحدات الطوارئ العالمية. عايزين نزود الاستيعاب بتاعها انه يكون 14 غرفة او يعني سرير مرضى، مش غرف تقليدية ولكن بارتيشن، فواصل زجاجية، وطبعا تطوير لمحطة التمريض وتجهيزها بأجهزة مونيتور نقدر نتابع فيها المرضى على مدار ال 24 ساعة، وكمان تحسين الفلو او السيركيليشن بتاع الطوارئ ومرور المرضى والاطباء داخل الطوارئ، وعمل غرفتين عزل نيجاتيف بريشر رومز مخصوصين للحالات اللي بتحتاج العزل لوجود ميكروبات علشان نحافظ على مكافحة العدوى داخل الوحدة. الحقيقة الرسومات الهندسية المبدئية والتطور يعني هيبقى احنا محتاجينه جدا، علشان ده هيحسن جدا الخدمة الطبية اللي بنقدمها.